السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بإذن الله بقى يا جماعة احنا هنعرف مع بعض النهاردة كيف تتكاثر الأرانب، وايه أفضل سلالات الأرانب اللي انت تحقق منها الربح، وكمان هنعرف مع بعض ايه أفضل ميعاد ان انت تربي فيه الأرانب. هنبدأ يا جماعة بأول حاجة وهي كيف تتكاثر الأرانب. الأرانب يا جماعة تتكاثر بسهولة جدا وبسرعة جدا يا جماعة. الأرنبة بتحمل مدة من ما تصل ل28 ل34 بالكتير قوي، ثم تقوم بولادة الصغار، وبيكونوا لسه يا جماعة عينيهم مقفلة وما فيهمش شعر ولا فروة. بتولد الأم أعداد كبيرة أو صغيرة يعني على حسب السلالة بتاعة الأم نفسها. ولكن في يا جماعة أنواع من السلالات بتولد لحد 20 مولود في البطن الواحدة، وبعد الولادة يا جماعة أو قبل الولادة على حسب نوع الأم ايه بتقوم راحة يا جماعة نتفة الشعر حوالين صغارها علشان تدفيهم. بتنتف يا جماعة الشعر بتاعها أو الفروة بتاعتها حوالين ولادها كده علشان تدفيهم. ووزن يا جماعة الأرنب الصغير اللي لسه مولود بيبقى من 45 جرام ل55 جرام وهو لسه مولود يا جماعة. تعالوا بقى بينا نعرف ايه افضل انواع الارانب للتسمين والاكل والتجارة لتحقيق الارباح. هنبدأ باول سلالة يا جماعة وهي ارنب البوكسات. ارنب البوكسات يا جماعة من افضل انواع الارانب وبيرجع اصله للسلالة الفرنسية، ويتميز ارنب البوكسات بلونه الابيض. ووزن ارنب البوكسات عندما يبلغ بيصل الى 6 كيلو ونص، يعني ده وزن حلو قوي يا جماعة. طبعا السلالة دي بتاخد المرتبة الاولى في السلالات. وبالنسبة بقى للأنثى بتاعة البوكسات فهي تحمل حوالي 6 مرات. بتحمل يا جماعة 6 مرات في خلال العام الواحد، وبتخلف نحو كده يعني حوالي 9 أرانب في البطن الواحدة. ويتميز أرنب البوكسات باللحم الأبيض والفرو الناعم، وتم تنصيفه ضمن قائمة أفضل أنواع الأرانب المربحة. يعني شفنا مع بعض النوع الأول وهو أرنب البوكسات. وزنه يا جماعة حلو جدا، وزنه بيصل إلى 6 كيلو ونص. وكمان حلو قوي يا جماعة في الخلفة، بيحمل حوالي 6 مرات في العام الواحد. وكمان بتخلف في البطن الواحدة 9 أرانب في البطن الواحدة. وكمان بيتميز بلونه الأبيض وبلحمه الأبيض برضو والفرو بتاعته الناعم. تعالوا بقى يا جماعة مع بعض نشوف السلالة التانية وهو الأرنب النيوزيلندي الأبيض. لو انت بقى من عشاق مشاريع الأرانب المربحة فأنا برجح عليك تربية هذا النوع من الأرانب، لأن يا جماعة بيتميز بصفات جميلة جدا ويصلح للاستثمار. ومن ضمنها ان هذه السلالة سريعة جدا في النمو والإنتاج، ويتوفر بها الحنان في الأمهات يا جماعة والاعتناء الكبير بالصغار، مما يجعل هذا السلالة الأولى على عرش السلالات في مشاريع الأرانب. والأم الواحدة يا جماعة من الأرنب النيوزيلندي تنتج خلال العام الواحد أكثر من 50 أرنب، ولهذا صنفت على إنها أفضل أنواع الأرانب في التجارة وتحقيق الأرباح. يعني الأم يا جماعة من الأرنب النيوزيلندي الأبيض بتولد أكتر من 50 أرنب في العام الواحد. وكمان حنينة جدا على أبنائها وسريعة جدا في النمو، ويتوفر فيها خاصية الاعتناء الكبير بالصغار. ويا جماعة السلالة دي الأولى على عرش السلالات. السلالة دي من أحسن السلالات يا جماعة. طبعا دي السلالة التانية معانا الأرنب النيوزيلندي الأبيض. تعالوا بقى نشوف تالت سلالة معانا في الفيديو بتاع النهاردة وهو أرنب القروفانيا. أرنب القروفانيا يا جماعة هو أرنب أبيض اللون ما عدا رجليه ومناخيره وودانه لونها أسود يا جماعة. ديله يعني ودانه يا جماعة ومناخيره ورجليه وديله لونهم أسود، لكن بقية جسمه لونه أبيض. وعند البلوغ يا جماعة الأرنب ده بيوصل لحوالي 5 كيلو ونص جرام. أما في الإنتاج فتقوم أنثى أرنب القروفانيا بإنجاب حوالي 48 أرنب خلال العام الواحد. يعني يا جماعة الأرنبة دي بتولد 48 أرنب صغير في العام الواحد، مما يجعل هذه السلالة متميزة جدا في الإنتاج.
وتعد من أفضل أنواع الأرانب في التربية. ويتميز أرنب القروفانيا بقبوله للتهجين على سلالات أخرى بسرعة كبيرة، ويصلح تهجينه على الأرنب النيوزيلندي لو عاوز الحصول على أفضل أنواع الأرانب للأكل والتسمين. يعني لو انت عاوز أفضل سلالة حلوة جدا، بتجيب الأرنب القروفانيا والأرنب النيوزيلندي، بتهجنهم على بعض، طبعا بتطلع سلالة جامدة جدا حلوة جدا. تعالوا بقى يا جماعة، احنا النهاردة معانا 5 سلالات في الفيديو ده. طبعا شرحنا 3 سلالات، لسه معانا السلالة الرابعة والسلالة الخامسة. معانا يا جماعة بقى في السلالة الرابعة أرنب الشنشلة. هذا النوع من الأرانب يتميز بالجسد والحجم الضخم جدا يا جماعة، ويصل وزن أرنب الشنشلة البالغ حوالي 12 كيلو جرام في المتوسط. أرنب الشنشلة يا جماعة بيبقى حجمه كبير جدا، وبيصل حجمه إلى 12 كيلو جرام في المتوسط، يعني في أصلا بيزيد عن ال 12 كيلو. طبعا أرنب الشنشلة معروف بحجمه الكبير جدا، لكن عنده عيب صغير جدا هنعرفه مع بعض. لو انت وصلت لحد هنا فياريت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. وتعالوا بينا نرجع على ارنب الشنشله. ارنب الشنشله بقى يا جماعه يعتبر من اكثر الانواع التي لها قدره على مقاومه الظروف الصعبه في الحياه، وهي ذات مناعه قويه جدا. وعيب الشنشله الوحيد يا جماعه هو انتاجه البسيط، حيث تقوم الانثى بحمل 4 مرات فقط في السنه الواحده، وتضع 7 صغار فقط في البطن الواحدة. ولكن أرنب الشنشلة يعد من أفضل أنواع الأرانب للتسمين والأكل. أرنبة الشنشلة يا جماعة الأنثى أرنب الشنشلة بتحمل 4 مرات بس في العام، وبتولد في البطن الواحدة 7 صغار فقط. وده العيب بتاع أرنب الشنشلة بس، لكن وزنه بسم الله ما شاء الله حلو جدا، 12 كيلو في المتوسط، يعني في اكتر وفي اقل زي ما قلت لكم. ومناعته قوية يا جماعة، مناعته قوية جدا، ومقاوم للظروف الصعبة، كمان مقاوم لدرجة الحرارة، يعني عادي نربيه في الصيف وكل ده. طبعا هنعرف مع بعض دلوقتي ايه افضل ميعاد نربي فيه الارانب علشان نطلع معانا مشروع ارانب مربح جدا، ونستفاد من تربية الارانب وتعبنا ما يروحش على الفاضي. صلوا على النبي يا جماعة. وتعالوا بقى نشوف معانا السلالة الخامسة والأخيرة، أرنب البيبون. أرنب البيبون يا جماعة سلالة فرنسية منتشرة كثيرا في الدول العربية، وتتميز هذه السلالة عن غيرها من السلالات بضخامة حجمها وإنتاجها السريع. يعني شايفين بقى المميزات بتاعتها، ضخامة حجمها وإنتاجها السريع. وأيضا يا جماعة تتميز باللحم الجيدة. وتحمل أنثى أرنب البيبون حوالي 6 مرات في العالم. عام يا جماعة سوري، عالم 6 مرات في العام، وتضع فيهم أكثر من 48 أرنب صغير. طبعا زي ما شفنا أرنب البيبون متميز جدا بضخامة حجمه وإنتاجه السريع، بيحمل 6 مرات في العام الواحد، وكمان بيولد أكتر من 48 مولود أرنب صغير. طبعا يا جماعة يتميز أرنب البيبون لونه أبيض مع وجود خطوط سوداء فوق ظهره أو بقع سوداء. يا جماعة تلاقي دويرة دايرة كده سوداء في ظهر الأرنب البيبون. أرنب البيبون يا جماعة صنفه ضمن أفضل أنواع الأرانب للتسمين والأكل وتحقيق الأرباح في التجارة، وتتجه سرعة إنتاجه وضخامة حجمه وقوة تحمله لظروف البيئة المتغيرة. نحط بقى 3 خطوط تحت تحمله للظروف البيئة المتغيرة دي، لأن مش كل الأرانب بتقدر تتحمل ظروف البيئة وتغيرات الجو. طبعا ده نوع كويس جدا يا جماعة، نوع أرنب البيبون من أفضل أنواع الأرانب في السلالات. طبعا شرحنا 5 سلالات في الفيديو ده، شرحنا أرنب البوكسات، وشرحنا كمان أرنب الشنشلة وأرنب البيبون وأرنب القروفانيا والرب. 5 حاجة بقى معانا يا جماعة الأرنب النيوزيلندي الأبيض. شرحنا أفضل 5 سلالات اللي انت تربيهم وتفتح بيهم مشاريع لو انت مهتم بمشاريع الأرانب وبتربية الأرانب. فلو انت جبت بقى الأنواع دي بجد هتكسب
فلوس كتير وهتحقق ارباح كبيرة جدا في تربية الارانب. وتعالوا بقى نصل الى نهاية الموضوع بتاعنا، ما هي افضل مواعيد لتربية الارانب. تعالوا بقى نعرف مع بعض افضل مواعيد لتربية الارانب. هي في فصل الشتاء، حيث ان الارانب لا تتحمل درجة حرارة مرتفعة. الارانب يا جماعة ما بتتحملش درجة حرارة مرتفعة، هي عايزة جو رطب كده وهواء. ولو انت عايز تبني مشروع أرانب لتحقيق أفضل أرباح من مشروع الأرانب، فيجب عليك أن تعلم أن تربية الأرانب تنجح بصورة كبيرة في فصل الشتاء، وهي مربحة جدا. أما في الصيف يا جماعة فهي تحتاج إلى أجهزة تكييف للجو أو مراوح على حسب بقى إمكانياتك، واللي انت تقرر عليها الجو كده، لأن الأرانب ما بتتحملش درجة الحرارة، وتظبط درجات الحرارة عند الأرانب حتى لا يفشل مشروعك في فصل الشتاء. وفي فصل الشتاء يا جماعة نحط بقى تحت دول مليون خط ان انت يجب العناية بالأرانب جيدا من ناحية الرطوبة والتهوية وتنظيف أماكن التربية بصورة مستمرة. بيقولك ايه بقى؟ ان انت تنظف الأرانب بصورة مستمرة، يعني ما تسيبش بقى الأرنب بالذات في الصيف تحته عك كتير وكل الكلام ده، وتحته مية بقى ورطوبة. اصلا المية لوحدها بتجيب جرب للإنسان، فاحنا بنحذر على طول ان احنا ما نحطش للأرانب ما يبقاش تحتها مية. وكمان في بعض الناس بتحط في التربية الأرضية رمل، عشان الرمل ده ايه؟ يمتص المية. لكن لو انت بتربي في خرسان، المية بتاعتهم يا جماعة اصلا حطلهم في بتاع المية حطلهم في بتاع كبيرة، فما بيوقعوش مية خالص. وكمان المية اللي هم بيعملوها يا جماعة بيعملوها في ركن تاني، في ركن كده هم ما بيروحوش، لان الأرانب يا جماعة عامة نضيفة جدا، بتعمل البيبي بتاعها في ركن كده جنب الحيط. طبعا لو انت مش الميزانية بتاعتك كبيرة، ما انتش محتاج تجيب رملة اللي انت تحطه تحت الأرانب زي ما انتوا شايفين كده انا عاملاها. بس لازما يا جماعة تكون الأرضية يا رمل يا من الخرسان الإسمنتية، علشان يا جماعة لو ما هيش كده بتبقى رطوبة جدا، والرطوبة بتجيب الحشرات. وطبعا محناش عايزين حشرات عند الأرانب، لأن الأرانب حساسة جدا من ناحية الرطوبة والحشرات والعك اللي تحتها ده بيجيب كمان للأرنب الجرب. فلازم نحافظ على الأرنب. كل ما احنا محافظين على الأرنب وبنديله حاجات نضيفة، علف نضيف، أكل نضيف، مية نضيفة، وكل الحاجات دي وتحته نضيف، الأرنب هيفرح مننا ويجينا حاجة نضيفة. هيحمل كتير بسرعة جدا، وكمان هيولد بسرعة جدا، وهيولد أولاد بصحة ممتازة جدا. وزي ما انتوا شايفين بقى يا جماعة لازما نكون بنحط للأرانب. طبعا ما فيش أرانب بقى صغيرة يعني لسه فاطمينها نروح نحط لها خضروات وحاجات من دي، لأن السلالات يعني ممكن نحط الأرانب البلدي، لكن بقى لو انت عندك سلالات لازما تلتزم بالعلف. طبعا بقى بعد كده وهم عندهم 6 شهور 7 شهور تبدأ بقى تلخبط لهم حاجات مع العلف، خضروات نحط لهم، عيش نحط لهم، جزر نحط لهم، كل ده. انا بحط الارانب جزر وعيش بس مش على طول. بجيب عيش ناشف كده يا جماعة، بنشف عيش او بجيب عيش ناشف وبهرده على العلف كده. لازم يا جماعة يكون العيش ناشف مش طري، ونحطه كده نكسره على العلف. يعني مثلا لو عندنا كيلو علف نحط عليه قيمة تمن عيش، يعني نحط حاجة بسيطة جدا نلخبطها في العلف ده. اذا كان الارنب عندك كبير امهات او ذكر بنحط له كده. طبعا معروف ان الارانب بتحب الجزر، طبعا هما سابوا العلف والعيش وقعدوا ياكلوا في الجزر اللي انا حطاه لهم كده زي ما انتوا شايفين. ولو انت بقى وصلت لحد هنا من الفيديو فياريت تقدرني وتحط لي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان يا جماعة بتعب جدا 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 وانا بصور الفيديوهات دي، وكمان لسه بقعد اعمل مونتاج للفيديو وكل الكلام ده. فياريت تقدرني وتحط لايك وتقولوا لي في الكومنتات انتوا عايزين فيديوهات عن ايه بالظبط، واشرح لكم ايه عن الارانب، وعايزين تفهموا في مشاريع الارانب اكتر ولا انتوا فاهمين ولا ايه. وطبعا كده كده انا اصلا بشرح مشروع الارانب اول باول. وكمان يا جماعة في الفيديو الجاي هنعرف مع بعض ايه الفرق ما بين ارنب السلالات والارنب البلدي، هنعرف مع بعض.
زي ما انتوا شايفين بقى الارانب الصغيره كانت خرجت وقعدت تلعب كده وتاكل الجزر. طبعا شكلها كان تحفه جدا وهي بتاكل الجزر. زي ما انتوا شايفين في واحد هناك اهو قاعد في الطبق، ما بيقومش من الطبق يا جماعه. طبعا الارانب الصغيره لما بتيجي تاكل بتنزل كلها ببعضها في قلب الطبق، ما بتقفش بره، مش عارفه ليه. طبعا زي ما شفتم في الفيديو النهاردة شرحنا كيف تتكاثر الأرانب، وشرحنا كمان أفضل سلالات الأرانب اللي ممكن تبدأ بيها مشروعك ويكون مشروع مربح جدا. وكمان يا جماعة شرحنا أفضل. مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد.